اول ما اشتريت السياره للولد اللي هو الصغير، ما شاء الله مو صغير، الان عمره 30 سنه، ركبت له تراك سيستم تتبع مركبه عسكري. شوف هذا نفس الكلام قالها لي لوا. قال انت مهووس. بس ايش التراك سيستم وتشرح لي؟ تتبع المركبه انت عارف وين بجوال؟ يروح. لا تحطها تجيك رساله تبرمج ايش تبغى. اذا تجاوز سرعه 80 تجيني رساله. اوه اذا تحركت السياره من المدرسه وراحت لمحل اخر تجيني رساله. احط له طوق امني مثلا في ايش سوى هو برضه ما هو غبي، صار يوقف السياره في المدرسه ويروح مع زملائه. اذا طلع من البيت انا ماني موجود حاط له طوق 5 كيلو دائره، اذا طلع من ال5 كيلو تجيني اشاره. السرعه اذا 80 هي صح شيء انت زودت العيار يا ابو شعراء يا ابراهيم على ابنك، لكن انا ابغاه ينحد على شيء يمشي عليه لسلامته يتعود. لان احنا فينا ميزه اذا تعودنا خلاص، حتى دعسه رجلك الله يكرمك يعني البنزين اذا عودتها على ال80 ما تتجاوز ال80، لكن اذا تعودت على الدعسه من يوم تقوم لو انها السياره ناقزه خلاص تصير عندك سيان الامور. ف يعني فسببت لي المشكله ذي مع مجموعه من الزملاء والاصدقاء يوم قلت لهم انا والله حطيت لولدي تراك سيستم تتبع مركبات، صرت اعرف وين يروح واذا تجاوز السرعه. لذلك على طول من تجيني رساله تجاوز 80 صدام والله شكلك بتهور اليوم، سرعته معقوله يعني لكن ما تبغاه. بعض الاوقات لا اسكت، اهم شيء لا يوصل شيء. انا حاطه سقف، هذه حاطها عندي عشان تجيني. لكن في بعض الاوقات يوم يكون ولدك مع شباب زملاء في المدرسة، يا شيخ انقز نقزها سوي افعل ده. هذا تتبع المركبات دي. حتى المكيف اذا مثلا عندك سواق تحط له الشريحه دي، اذا استخدم المكيف استخدام عشوائي يعطيك اشاره.